صباح الخير على أحلى أخوات في الدنيا كلها، يا ربنا يسعد أوقاتكم ويجبر بخاطركم زي ما بتجبروا بخاطري وبتكتبوا لي تعليقات جميلة جدا، وكمان ما بتبخلوش عليا باللايك وبتشيروا الفيديو كمان لأصدقائكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندك النهاردة شوية دقيق في البيت كده وشوية مية وكيس خميرة، ما تيجي نشوف هنعمل مع بعض ايه؟ ولا نقف على الفرن. وكمان القرص بقت أسعارها غالية جدا. هنعملها بمية ودقيق، هنعملها بمية ودقيق. تعالوا معايا تابعوني الفيديو الآخر. النهاردة يومنا ممتع جدا، تعالوا نشوف عملنا ايه في اليوم بتاعنا. يوم بسيط سهل وجميل وكمان اقتصادي وعلى قد ايدينا كلنا. نقدر نعمل أشياء وألذ الوصفات بأقل الإمكانيات والتكاليف، وكمان مش لازم نحرم ولادنا. أول حاجة هنسمي الله كده ونصلي على سيدنا محمد علشان ربنا يبارك لنا في كل حاجة بنعملها. معايا الحلة على النار فيها مية بتغلي. هتعملي ايه يا ام أميرة؟ هقولكم أنا هعمل ايه. حطيت الحلة فيها شوية مية، 3/4 مية كده، وحطيت فيها شوية ملح، وهحط كمان معلقة خل. بتحط خل على المية المغلية والملح؟ أيوة، بحط خل، أنا ما بحط الزيت. النهاردة هعمل معاكم كشري مصري اقتصادي جدا بثلاث مكونات بس، أو بثلاث مكونات، وطعمه والله العظيم روعة فوق الروعة. كل اللي بيدوقه لازم ياكله من ايدي تاني. حطيت شوية خل. ليه ما حطيتش زيت؟ لأن الخل بيخلي المكرونة ما تمسكش في بعضها. وما بحطش زيت، هو شوية ملح، نص معلقة ملح، وبحط معلقة خل. وانسي المكرونة عمرها ما تلبت في بعضها ولا عمرها تمسك في بعضها. طبعا العين التانية اني جايبة عدس بجبة نقيته وغسلته، وطبعا حطيت عليه شوية مية وولعت عليه ووطيت عليه النار علشان انا مش عاوزة حباية العدس معايا تكون مهرية. وهنا هبدأ على طول اعمل الصلصة. اسهل وجبة ممكن اعملها ما بتكملش معايا نص ساعة، الكشري المصري. طبعا الكشري ده الكل بيحبه وبيعشقه، يعني دايما بيجيبوه من بره، بس انا بفضل بصراحة الطريقة اللي انا بعمل بيها. بسيطة وسهلة واقتصادية وعلى قد ايدينا كلنا. ايه، دقت راس توم صغيرة كده وحطيت عليها شوية من الزيت. في الوقت ده كنت انا عاملة كيلو وربع مكرونة. ضربت رتل وربع طماطم في الخلاط. شافش الخلاط بتاعي دوت اكتر من رتل، ما شاء الله حجمه كبير شوية. ونزلت على التومة بعد ما اتحمرت بعصير الطماطم. طبعا انا مش مصفية، ما بصفيش طماطم الكشري ولا المحشي، يعني دولت بضرب الطماطم وما بصفاش. بعد كده اي خضار بصفي الصلصة بتاعته. هبدأ انزل بالبهارات بقى. بحط بهارات ايه؟ اللي بتقلب ريحة البيت والشارع وبتبقى ريحة محلات الكشري. حطيت مكعب مرقة، نص معلقة من الكمون، نص معلقة من الفلفل الأسمر، نص معلقة من البابريكا. كمان حطيت نص معلقة من السكر عشان حموضة الطماطم. وحطيت نص معلقة ملح على بال ما اظبط الحد بتاعه. تمام، هسيبها لحد ما تتسبك. أول ما تتسبك معايا هبدأ أزودها نص كوباية مية واظبط الحدق بتاعها. هنا كان العدس يستوي، بوريكم العدس ازاي ماسك نفسه مستوي ومش مهري وبذر بالحباية. والمكرونة كمان صفيتها وشوحتها بمعلقة زيت وشوية ملح وفلفل أسمر، والصلصة معايا خلصت. وعملت أحلى دقة بالخل والثوم والكمون والملح، دقة روعة جدا. كمان نسيت اقول لكم ان انا حطيت معلقه خل في قلب الصلصه، بتخلي ريحه البيت، بتقلب ريحه البيت كله معلقه الخل. وعملت الشطه دي، جبت شويه شطه حاميه سبايسي كده، وخدت كبشه صلصه حطها عليها. خلصت الكشري. طب اسكت؟ لا ما اسكتش. عملت ايه؟ قمت على طول جايبه 2 كيلو دقيق. قلت اعمل ايه؟ حاجه كده نفطر منها او نتعشى منها. ساعات بالليل بيتغدوا بالكشري وبنعوز حاجه كده للعشاء خفيفه او للفطار. قلت اجيب 2 كيلو دقيق كده واعمل قرصتين على قد ايدينا. طبعا البيت اللي ما بيكونش فيه خبيز ما بيكونش فيه بركه. بنملى بيتنا كده بالخير ما شاء الله لو بشويه دقيق وميه. جبت كيس خميره وحطيت حوالي 6 معالق من السكر، وكل كيلو دي بياخد معلقتين كبار. ودوبت الخميرة مع السكر عشان اعرف الخميرة متفاعلة ولا لا. كنت مخليها المية فترة.
جبت الدقيق ال2 كيلو دقيق بتوعي وقمت مفرغاهم في الطبق. تعالوا نشوف هنحط عليهم ايه. كيسين من الفانيليا، كيس كيك شيف. كيك شيف بيبقى كمحسن. وهحط حوالي ربع معلقة من الملح كده، بركة حاجة بركة يعني. جبت كمان علبتين زبادي علشان اظبط الطعم بتاعهم شوية. كمان كنت عاوزة اجيب كيس لبن بودرة، بس بصراحة ما لقيتش في المحل، قلت مش مشكلة بيفرق جدا في طعم القرص. جبت المج بتاعي دوت ربع كيلو، خدت مج زيت وهحط قباله مج سمنة، يعني خدت على ال2 كيلو مجين زيت وسمنة. ممكن تحط لو هتعملي كيلو حطي نص مج سمنة ونص مج زيت لحد كده وتمام أوي. هبدأ باخد المكونات دي كلها مع بعض كده واخفقها بعد ما بحط الخميرة، والخميرة عندي متفاعلة. يبقى انا حطيت كوبايتين من الزبادي. لو انت عندك لبن رايب حط نص كيلو على ال2 كيلو دقيق. وهتحطي كوبايتين سمنة أو بس يفضل زيت وسمنة، كوباية زيت وكوباية سمنة، وكيس بيكنج باودر وكيس خميرة. وهنعجن بالمية، معايا مية فتر. جو حر بس برضو هعجن بمية فتر. دي زي دمعة العين كده، يعني ما تكونش من الحنفية مباشر. عجنتها والعجينة معايا شفت عاملة زي الملبن. هسيبها بقى ترتاح وتخمر كده قبل ما اشكلها. بصراحة جميلة جدا، موفرة، وبتخلي بيتك كده عمران بالخير والبركة. أنا من الناس اللي بحب المعجنات جدا، وخاصة بقى في فصل الشتاء ده كل يوم بعمل معجنات. خمرت معايا على بال ما اتغدينا على طول قطعتها، مخدتش مني وقت، في ثانية كده العجينة خمرانة وكمان مخدومة في عجنها. عجينة اقتصادية وغير مكلفة خالص. القرصة بقى ب3 جنيه. أنا عايزة أقول لكم ما تأكلش عيل صغير في الفرن. طبعا 2 كيلو دقيق، الكيلو ب18 جنيه. وجبت كيس خميرة وكيس بيكنج باودر وعلبتين زبادي، يعني كلفت كل الموضوع 50 جنيه. ما شاء الله رمولي كمية ممتازة جدا. طبعا كلنا عندنا سمنة وزيت في بيوتنا، يعني ربنا يملى بيوتكم بالخير والبركة من عند ربنا. وبدأت على طول على الصينية، جبت أول واحدة غطيتها بس عشان وشها ما ينشفش معايا. وبدأت فردتهم كده بسرعة ورصتهم، بضغط بكلوة ايدي. وبعد كده بسويها بصوابعي كده في ثانية، ما بتاخدش وقت خالص. ما شاء الله جميلة ممتازة. حد جالي دخل عليا ضيف فجأة بقدمها. كمان عاوزين نغير روتين فطار من فول وطعمية بقى وجبنة والكلام دوت. ممكن نقدمها جنب كوباية شاي وحتة جبنة اسطنبولي، بيكون طعمها ممتاز جدا. أو حتة جبنة عبور، طبعا على حسب ما انتم عاوزين. جبت شوية سمسم كده حطيتهم على وشها، ممكن تستغنى عن السمسم خالص ما فيهاش أي مشكلة. طبعا ظبطتهم اهوت وهسيبها تخمر تاني. هسيبها تخمر حوالي نص ساعة بس، طبعا اللي هي خمرانة معايا. بس على بال نطلع كده ولع الفرن واظبط الدنيا. حطيت الصاج الصغير الاول علشان اظبط عليه الفرن. ما شاء الله زي ما انتم شايفين سواه ممتاز جدا. هما جم معايا صاجين والصاج الصغير ده طلع معايا، هو ما خدش حاجة، ما كملش ربع ساعة. ولع الفرن الاول وبعد كده بحطه على الفرن. وهبدأ كده على طول أحط الصاج الكبير وأنا يعني كل دقيقتين 3 كده ببدأ أغيره علشان يكون كله سواه واحد، ويكون الصاج واخد كله لون واحد من فوق ومن تحت. ما شاء الله بوريكم قد ايه القرص مستوية وطرية واخدة لون جميل جدا. كمان طعمها ممتاز جدا جدا. بصراحة روعة وموفرة وجميلة. وكمان تنفعكم جدا في أيام المدارس. لو انت مثلا ممكن تعمليها وتحطها في أكياس وتحطها في الفريزر، تطلعيها كده من بالليل على الصبح بتكون طرية وزي الملبن أكنك لسه عاملاها. ممكن تعمليها لأولادك في اللانش بوكس برضو بتكون ممتازة، وتغيير من الروتين سندوتشات كل يوم. كمان تقدري تعمليها بحشوات مختلفة، ممكن تعمليها بالعجوة، والعجوة مغذية جدا لولادك. أو بأي نوع من أنواع الجبن أو ميكس جبن. أو كمان ممكن تعمليها بالجبنة الرومي أو اللانشون وتطلعيها تفك، وبيبدأ الطفل ياخد القرص ياكلها. بتكون فيها قيمة غذائية عالية، طبعا فيها اللبن الرايب وفيها كل حاجة مغذية ما شاء الله وجميلة. وكمان موفرة جدا، تقدري تعمليها في أكياس وتعينيها في الفريزر، بتكون روعة جدا جدا.
ودي كل الكمية اللي أنا عملتها. أتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو حطوا لايك كتير للفيديو، اشتراك للقناة. باشكركم جدًا وباقول لكم ربنا يكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري، وكمان إن أنتم بتدعموني وبتشجعوني إن أنا أنزّل لكم